حتى لو باشتري فندقي في التجمع اشتري فين؟ بُص، في أكتر من مشروع كويس طبعًا، لكن خلّيني أقول لك على واحد من أحلى المشاريع اللي موجودة في التجمُّع من وجهة نظري لأسباب كتيرة جدًا. هو طبعًا أعلاهم في السعر، وبالتالي هو أعلاهم في الربحية. أولًا لإنك بتشتري مع واحد من أكبر المطورين اللي موجودين في مصر في product تفاصيله تخلّيه product نادر شوية. ثانيًا المطور فاهم يعني إيه تشغيل مشروع، فبيبدأ بتشغيل الخدمات الأول، وبالتالي المشروع يسكن أسرع. فحضرتك لو بتشتري استثمار مش هتلاقي صعوبة في إنك لسه بتعرّف الناس على مشروعك. يعني مثلًا عندنا النهارده كايرو فيستيفال سيتي وما شابه من المشاريع، النهارده دي بقت hub أساسية للعرب والأجانب والمصريين المقيمين برّه مصر عشان الخدمات اللي موجودة هناك. ثالثًا المطور مشغّل واحد من أغلى الفنادق اللي موجودة في مصر بالكامل. رابعًا الخدمات الفندقية هي مذكورة كلها في العقد، بالإضافة لخدمة إنه ممكن يأجر لك وحدتك كمان، مش بشكل احتكاري خالص، يعني أنت تقدر تأجر أو تخليه هو يأجر لك. وأعتقد لما مطور كلاس A يذكر لك إنه ممكن يأجر لك الكلمة بيكون ليها وقع مختلف شوية عن لما مطور صغير يدي لك الوعد ده. طب الاسعار يا شحاته والعقد متوقع ايه؟ الأهم من السعر هو الكاش فلو اللي بياخده منك على مدار الأقساط. يعني أنت لو حسبت أنت بتتعاقد بدون مقدم، وخلال أول سنة بتكون دافع بس 10% توتال، والسنة التانية 12.5%، والسنة التالتة 12.5%، والسنة الرابعة بتزيد 5%، ودي سنة الاستلام اللي بتبدأ تحقق فيها عائد بالنسبة للعائد المتوقع. أنا مش هاقول لك هو كام، لكن خلّيني أقول لك إن في أوتيل النهارده زي الدوسيت مثلًا اللي على بُعد ربع ساعة بالضبط منك، وما فيهوش نفس الfacilities اللي بتخدم عليك، الليلة النهارده بتتأجر بحوالي $280 وبتوصل لحد $500 في الhigh season. طبعًا كلنا عارفين حجم الإشغال في الدوسيت عامل إزاي.